بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ودايما فرحانين ومتجمعين مع حبايبكم ومتهنيين. بحبكم قوي 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 قوي، بحب دعمكم ليا وبشكركم جدا جدا من كل قلبي. ربنا يفرحكم زي ما بتفرحوني، ويكبر بخاطركم زي ما بتكبروا بخاطري، ويسعدكم زي ما بتسعدوني بلايكاتكم الحلوه وكومنتاتكم الجميله اللي دايما بترفع من روحي المعنويه. بحبكم جدا جدا جدا، وبشكركم جدا جدا على تفاعلكم معايا، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. يا ريت يا جماعه بس اللايك ضروري ضروري ضروري. اللايك بيرفع الفيديو، ومش بس بيرفع الفيديو، ده بيرفع روح المعنويه كمان معاه. طبعا احنا خلاص كل سنه وانتم طيبين، باقي يوم وان شاء الله نبقى خلاص في رمضان. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب ان شاء الله دايما فرحانين ومتجمعين في الخير ومتهنيين. يا رب انتوا كل حبايبكم ان شاء الله ربنا كده يجعله رمضان خير علينا ورمضان بركه علينا، وان شاء الله ربنا يرزقنا جميعا كل اللي بنتمناه، ونطلع من رمضان ان شاء الله مجبورين الخاطر وفرحانين، وكل اللي ربنا كل اللي نفسه في حاجه ربنا يحققها له ان شاء الله. ربنا يحقق كل احلامنا جميعا يا رب. اللي نفسه في ذريه ربنا يرزقه بالذريه الصالحه، واللي نفسه يتجوز ربنا يرزقه بزوجه صالحه، واللي نفسها تتجوز ربنا يرزقها بزوج صالح، واللي نفسه في شغل ربنا ان شاء الله يكتب له كده وظيفه تكون سبب في سعادته ان شاء الله. وربنا يطلعنا كلنا من رمضان مجبورين الخاطر باذنك انت يا رب ان شاء الله. وربنا يبلغنا ان شاء الله ليله القدر ويجعلنا فيها دعوه لا ترد، امين يا رب العالمين. نحن واياكم اجمعين ان شاء الله. طبعا الزبادي ده من اهم الحاجات اللي بناكلها في السحور، طبعا لانها بتريح المعده طول النهار، وبتخلينا مش بنعطش، وبنبقى يعني يومنا جميل كده في الصيام. فطبعا الزبادي دي من الحاجات الرئيسيه جدا جدا على موائد السحور. طبعا الزبادي هو الراعي الرسمي للسحور المصري، سواء بقى زبادي الفواكه او الزبادي العادي. فاحنا النهارده هنعمل الطريقتين، الزبادي الفواكه. طبعا احنا عملنا زبادي الفراوله بما ان الفراوله متوفره. طبعا ولادنا بيفضلوا الفاكهه، اما احنا الكبار فبنفضل الساده. فاحنا هنعمل ده وده النهارده بطريقه سهله جدا واقتصاديه، مش هتاخد مننا تكاليف كتير. بالعكس هو كده كده اللبن بيبقى موجود عندنا في البيت، وكمان احنا هنستخدم لبن منزوع الدسم، يعني هنستفيد بوشه الاول. شايفين ما شاء الله الزبادي عامله ازاي؟ شايفين ما شاء الله متماسكه جدا اهي. الزبادي اهي متماسكه جدا 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 جدا، وكمان طعمها حلو. هنزينها بقطع الفراوله زي ما انتم شايفين كده. وهنعمل كمان الزبادي العادي برضو، عشان الناس الكبار اللي مش بتحب الزبادي الفاكهه هيبقى ده موجود وده موجود، لان طبعا رمضان ما ينفعش من غير الزبادي على السحور. يلا بينا نشوف احنا عملنا الزبادي بالطريقتين ازاي. بس قبل اي حاجه لايك حلو كده زيكم عشان يرفع الفيديو، وكومنت جميل كده زيكم، ربنا يسعدكم يا رب زي ما بتسعدوني. ويلا بينا نشوف احنا عملنا الزبادي الساده والزبادي الفراوله ازاي. كل سنه وانتم طيبين، ويا رب رمضان كريم علينا وعليكم اجمعين. اول حاجه عملتها جبت شويه فراوله عندي كده، قطعتهم صغير وحطيت عليهم شويه سكر، وهسيبهم لحد ما يبقوا السكر كده يتحول لميه، وبعد كده احطهم على نار هاديه. خليكم معايا بس، هركنهم حوالي نص ساعه عشان عايزه الفراوله تنزل ميتها. خليكم معايا. خلاص يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، انا دلوقتي سبت الفراوله لحد مع السكر لحد ما نزلت الميه بتاعتها. دلوقتي هحطها على نار هاديه علشان عايزه اعمل صوص الفراوله عشان اضيفه للزبادي. خليكم معايا، هحطه على النار لحد ما يبتدي يستوي ويبقى صوص فراوله زي ما انا عايزه. هوريكم بيبقى عامل ازاي، استنوا. زي ما انتم شايفين دلوقتي الفراوله بتاعتي انا حطيتها على نار هاديه اهوت عشان تبقى صوص فراوله، عشان يدي طعم حلو وطبيعي جدا للزبادي بتاعتي. طبعا هي لسه ما وصلتش للمرحله اللي انا عايزاها. وعندي برضو هنا اللبن انا بحاول اسخنه، يعني طبعا هو كان مغلي عندي قبلها بليلتين وانا خدت وشه خلاص. يعني هو دلوقتي لبن منزوع الدسم، بس انا دلوقتي حطيته على النار علشان عايزاه يسخن لدرجه تتحملها ايديا. يعني مش عايزاه يبقى فاتر ومش عايزاه يبقى دافي، لا يعني يبقى اكتر من الدافي، حاجه بسيطه. عايزاه يعني احط ايدي كده تستحمل درجه الحراره بتاعتي. زي ما انتم شايفين كده الفراوله اهي، لما توصل للدرجه اللي انا عايزاها هنكمل مع بعض. خلاص يا حبيبي انا كده وصلت للدرجه اللي انا عايزاها، فابتدي دلوقتي اطفي على الفراوله بتاعتي عشان تهدى خالص لحد ما نشوف احنا هنعمل مع بعض ايه.
خلاص دلوقتي الفراوله بقت جاهزه عندي اهو، وكمان سبتها لما هدت شويه. هاخد بقى كمان انا معلقه جيلي فراوله، وطبعا الزبادي عشان الخميره، بس هاخد وشها الاول قبل ما استخدمها. هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. دلوقتي هضيف معلقه من الجيلي. طبعا انا كنت واخده من الجيلي ده قبل كده، استخدمته قبل كده، كنت بعمل مربى فراوله وحط منه شويه. فهاخد دلوقتي تقريبا هي معلقه زي ما انتم شايفين كده، دي معلقه تقريبا كبيره. هبتدي اقلب كده الجيلي في اللبن وهو لسه سخن شويه، وهرجع كمان اضيف عليه الفراوله بتاعتي وهقلب برضو كويس. انا حطيت دلوقتي الزبادي الخميره في البوله دي عشان اخلطها كويس واقلبها كويس، واحط كمان معاها معلقه لبن بودر. ده بيخلي قوام الزبادي بتاعتي كريمي وطعمها حلو جدا، بيبقى شبيه بزبادي الشركات الجاهز بالظبط. هخلطهم كده مع بعض كويس. انا عايزه الزبادي تبقى زي الكريمه كده، شايفين؟ عايزاها تبقى زي الكريمه كده معايا. شايفين القوام بتاعها بقى عامل ازاي؟ هبتدي بقى ايه اضيف عليها شويه لبن كده، شويه صغيرين بشويه صغيرين. خلاص يا جماعه دلوقتي الزبادي بتاعتي سالت خالص، بقت اشبه بالكريمه. وحطيت هنا شويه لبن من اللبن، عشان من اللبن الدافي بتاعي، عشان ايه لو في برضو اي زبادي لسه موجوده عندي استفيد بيها. هقلب كويس. هنزل برضو كده شويه لبن كمان وهقلب برضو. وهرجع بقى احط كل ده في الدرق بتاعي واقلب كويس جدا، بحيث ان انا اخلط بقى كل اللبن مع بعضه. شايفين دلوقتي يا جماعه قلبتها كويس جدا جدا زي ما انتم شايفين اهو. وهبتدي بقى دلوقتي احطها في الكوبايات بتاعتي، اي كوبايات عندك انت بتستخدميها. عندك كوبايات للزبادي مفيش مشكله، عندك كوبايات ازاز صغيره كده، كوبايات شاي، المستك، اي حاجه صغننه كده عندك وعايزه تعملي فيها تقدري تستخدميها. خلاص انا خلطت كويس. خلاص دلوقتي انا جبت الصينيه والكوبايات اللي انا هشتغل فيها. طبعا دي صينيه تيفال قديمه عندي، انا مش بستخدمها لانها اتجرحت، فبستخدمها للحاجات اللي زي دي لما بكون هدخل حاجه النار في حمام ميه. هبتدي بقى انزل كده من فوق بالراحه في الكوبايات. شايفين اللون عامل ازاي بتاع الزبادي؟ طبعا قطع الفاكهه لما بتنزل ايه بتطرطش كده، بس مش مشكله يعني. خلاص دلوقتي انا مجهزه عندي ميه سخنه. هحط بقى الزبادي دلوقتي بتاعتي في ميه سخنه، ميه تكون سخنه جدا من السخان او من الكتل، وهغطيها بحاجه نظيفه. تمام. وكمان نص ساعه كده هحطها في الفرن بعد ما اشغله 5 دقايق واطفيه.
هحطها في الفرن بعد ما اشغله 5 دقايق واصفيه. هتكون الميه بتاعتي السخنه اللي انا حطيتها بدات تبرد، فهسخن الفرن، واول ما يسخن هطفي الفرن وادخل الصينيه بتاعتي علشان تبقى ده زي الحضنه كده، زي الحضانه بتاعت الزبادي. فهنشوف شكلها النهائي بيبقى عامل ازاي. بس طبعا هي بتقعد على الاقل 12 ساعه. يعني انا عاملاها دلوقتي بالليل، الصبح ان شاء الله اول ما اقوم من النوم هلاقيها ان شاء الله جاهزه وربطت معايا، وهبتدي اطلعها وادخلها التلاجة. استنوني. خلاص انا دلوقتي ضفت ميه زي ما انتم شايفين سخنه جدا اهي، بتطلع بخار كمان. هغطي بقى الزبادي بتاعتي بحاجه نظيفه، وكمان ساعه كده لما الاقي الميه بدات تبرد اكون شغلت الفرن وادخلها الفرن عشان يبقى ايه حضانه كده للزبادي بتاعتي من غير حضانه ومن غير اي حاجه. استنوني عشان نشوف الشكل النهائي بتاعها بعد ما يطلع الصبح ان شاء الله. خلاص يا حبايبي ده شكل الزبادي بعد ما حطيتها في حمام ميه وسبتها تقريبا 12 ساعه. يعني عملتها بالليل وسبتها لتاني يوم الصبح زي ما انتم شايفين كده. ده شكلها كمان لسه ما دخلتش التلاجة، يعني لما تدخل التلاجة كمان هتتماسك اكتر واكتر. زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي انا هدخلها التلاجة. طريقة سهلة جدا وبسيطة، وكمان طعمها حلو قوي قوي وهيعجب ولادنا. يعني طبعا ولادنا بيفضلوا الزبادي اللي بالفاكهة مش الزبادي السادة اللي زينا، فاحنا دلوقتي نقدر نعمل نوعين زبادي في نفس الوقت، زبادي بالفراولة وزبادي سادة، الاتنين نفس الطريقة تقريبا. طبعا اللي بالفراولة بيختلفش عشان بنضيف له فاكهة، بس الطريقة سهلة جدا وحلوة جدا وطعمها جميل وغني. وطبعا اللبن بتاعنا نضيف واحنا اللي جايبينه بنفسنا واحنا اللي جاريينه واحنا اللي عاملينه، وكمان حاطين له فاكهة طبيعية. هي دي طريقتنا النهارده، سهله وبسيطه وجميله. لسه هنشوف بقى مع بعض طريقه الزبادي العادي. استنوني. اعمل ازاي؟ شايفين يا جماعه ما شاء الله الزبادي زي الفل اهي، ما شاء الله اهي، ما شاء الله اهي. الزبادي ده تقريبا من نص كيلو تقريبا لبن، يعني او اكتر من نص كيلو شويه زي ما انتم شايفين اهو. ما شاء الله الزبادي زي الفل معايا بطريقه سهله جدا وبسيطه جدا جدا جدا. يلا مع بعض نشوف احنا عملنا الزبادي بتاعتنا دي ازاي. يلا بينا. اول حاجه بقى هنعملها ايه؟ انا عندي هنا كوبايه زبادي، طبعا اي نوع انتي بتفضليه، اي نوع انتي بتفضليه بتستعمليه. وحطيت هنا يا دوب هما يعني ذره سكر واحده. هضيف بقى هنا كده الزبادي، مش هحط الكوبايه كلها طبعا، هحط نص. خلاص انا حطيت تقريبا نص كوبايه الزبادي اللي عندي، وهبتدي اعمل فيها كده بالمضرب السلك بتاعي لحد ما اخليها كريمي خالص. مهمه قوي يا جماعه الخطوه دي، لازم اخليها كريمي بالشكل ده اهو. خلاص يا جماعه دلوقتي الزبادي خلاص انا عملتها بالمضرب اهو، بقت كريمي خالص معايا اهي. هبتدي بقى انزل كده بشويه لبن صغيرين خالص خالص على، طبعا اللبن ده انا غلياه يا جماعه، اللبن ده انا غلياه وسبته لما هدى شويه، يعني ايه يستحمل حراره الايد كده. يعني انا دلوقتي ماسكاها اهو هو كده، انا كده مستحمله الحراره بتاعته. هو سخن بس انا مستحمله الحراره، يعني ما يبقاش بارد وما يبقاش سخن مولع، يبقى ما بين البنين. يعني ايديكي تستحمل الحراره بتاعته. انا ماسكاها اهو وايديا مستحمله الحراره بتاعه اللبن معايا اهو، ما يبقاش سخن قوي مولع بيغلي وما يبقاش بارد، يبقى بين البنين كده. انت تستحملي حراره اللبن اللي في ايدي. هحط بس نقطه يا دوب كده، حاجه بسيطه خالص هنا، تمام. وهرجع تاني برضو بالمضرب. شايفين بتبقى عامله معايا ازاي؟ شايفين؟ خلاص. وازود برضو شويه لبن تانيين، وبرضو هقلب كويس قوي اهو. ايد بقى بتقلب، وهبتدي اضيف اهو. ابتدي بقى اقلب كويس جدا 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 اللبن بتاعي مع الخميره اللي هي معلقه الزبادي الكبيره، يعني نص كوبايه تقريبا من اي نوع انت بتفضلي، اي نوع.
خلاص يا جماعه، انا دلوقتي اتاكدت ان الزبادي بتاعتي تجانست تماما مع اللبن بتاعي اهو. درجه الحراره بتاعته كويسه جدا زي ما قلنا اهو. خلاص دلوقتي بقى جاهز عندي. هجيب صينيه، انا عندي الصينيه دي صينيه تيفال اتخربشت وباظت مني، فانا عاملاها للحاجات دي. بعمل فيها كريم كراميل، بعمل فيها الزبادي، بستخدمها في الحاجات دي. هبتدي كده بالراحه كده ومن فوق اصب كده اهو زي ما انتوا شايفين كده. انا احتجت كمان كوبايه يا جماعه، لقيت عندي كميه فاهو جبت كوبايه كمان. طبعا تقدري تعملي بقى في اي حاجه عندك انت تفضليها. عندك طواجن للزبادي، عندك مثلا كاسات ازاز، اي حاجه انت عايزه تستخدميها دي حاجه بقى ترجع لك. عايزه تجيبي كوبايات من بتاعه الزبادي اللي بتتباع عادي مفيش مشكله، دي حاجه ترجع لك انت. بعد كده بقى يا جماعه هعمل ايه؟ زي ما انتوا شايفين كده دلوقتي انا حطيتها اهو. هجيب بقى ميه سخنه من الكتل او من السخان زي ما هو متاح عندك. هجيب ميه سخنه وهفضيها دلوقتي في الصينيه بتاعتي. خلاص يا جماعه هبتدي بقى احط انا دلوقتي ميه سخنه اهو في الصينيه بتاعتي. لو عندك استرتش من بتاع المطبخ تقدري تغطي الكوبايات باسترتش من بتاع المطبخ، انا ما عنديش فهغطي بقى بفوطه نظيفه وهحطه في فرن البوتاجاز وهو مطفي عادي جدا. وان شاء الله بقى ده طبعا انا ببقى عاملاها بالليل قبل ما بنام، الصبح بلاقيها خلاص جهزت معايا لحد تاني يوم. دلوقتي بقى هنشوف مع بعض هي عامله ايه اهو. ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، شايفين ما شاء الله جميله قوي. كمان لسه كمان ما دخلتش التلاجة ما شاء الله اهي. اهي شايفين ما شاء الله اهي، نقطة مية بس كده هتنزل منها اهي ما شاء الله زي الفل اهي. زبادي 100 واحنا عاملينها في بيتنا بلبن نظيف وحاجتنا نظيفة ومظبطين عليها ومروقين عليها. يعني انت كده ضامنة لولادك والاهل بيتك قيمة غذائية عالية جدا 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 جدا. اتمنى تجربوها وان شاء الله تستنوني في وصفات تانية كتيرة كلها سهلة وبسيطة وعلى قد ايدينا. بس قبل اي حاجة شجعوني وادعموني دايما بلايكاتكم وكومنتاتكم، ولو في اي حاجة انتوا عايزينها مني يا ريت تسيبوها لي تحت في الكومنتات. وان شاء الله دايما مكملين مع بعض ومكملة بيكم وبتشجيعكم ليا، وبحبكم كلكم قوي 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 قوي. يلا باي باي.